اليوم ان شاء الله جبت لكم ريحة رمضان. اليوم طليت عليكم بوصفة شوربة فريك بطريقة جد سهلة وبسيطة، ونحضروا او بنوا اسهل واسرع وصفة تحضروها لرمضان للمناسبات وحتى لضيوفكم بطريقة جد بسيطة وبنينة، والمذاق تاعها بسم الله ما شاء الله. جبتها لكم على طريقتي وعلى طريقة امي، ربي يحفظها ويطول عمرها، بكامل تفاصيلها. صدقوني تجيكم واحد الشوربة فريك بنينة معسلة والمذاق تاعها بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم الفيديو في اتم الصحة والعافية ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم، ما تنساوش دعمي في القناة، بارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء، واذا اول مرة شفتوا قناتي وعجبتكم الوصفات فعلوا الجرس واشتركوا فيها حتى توصلكم كامل الوصفات السهلة والاقتصادية. ونبداو على بركة الله بطريقة التحضير. اخياتي في كوكوط ولا مارميط راح نديرو الدهان، عندكم تقدروا ديروا مارغرين ولا السمن، لكم الاختيار. نضيفوا عليه كميه من الزيت ونضيفوا عليه اللحم. بالنسبه للحم لازم يكون مشحم باش تجي فيه هذيك البنه. تقدروا ديروا بقري ولا غنمي اللي متوفر عندكم، تقدروا تحضروها حتى بالدجاج يعني اللي متوفر عندكم. يعني كما تعرفوا شوربه فريك عفوا تجي بنينه باللحم الغنمي ولا البقري. هنايا راح نقليها جيدا، بعدها راح نضيف عليها حوالي بصلة كبيرة، بعدها راح نضيف عليها الخضر. خياتي نستعمل الكمية هذه بالنسبة من 8 حتى 10 أشخاص. يعني إذا كنتوا ديروا كمية قليلة، عدد أفراد عائلة قليلة، نقصوا الكمية. هنا درت حبة جزرة وحبة كورجات وحبة بطاطا، قسمتهم على 4 ورميتهم مباشرة معها. راح نديروا حبة طماطم تكون صغيرة وتكون حلوة، يعني مش ديك الحمضة. نديروا عليها كمية من الحميصة تكون مشمخة من قبل، كمية من حشيش الشوربة، كرافز، ورقة من النعناع. راح نملحوا الشوربة تاعنا، نديروا حوالي ملعقة كبيرة من الملح، فلفل أسود، زنجبيل، فلفل عكري، وتوابل الخاصة بالحريرة ولا بالشوربة، وتقدروا تستعملوا التوابل العادية. نديروا عليهم ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة، ما نكثروش بزاف. وراح نقليو جيدا الخليط تاعنا، يعني يتقلاو مليح الخضر تاعنا في هذاك اللحم وهذاك البصل باش يديروا لنا هذيك البنه شابه. ودائما نقليو على نار قليله باش تجيكم الماكله بنينه. بعد ما نشوف الخليط تاعنا تقلى مليح، راح نمرقوا بماء يكون سخون ونغطيوه مليح. قلت لكم هذه الكميه راح تكفيكم من 8 الى 10 اشخاص. نتوما تقدروا تنقصوا الكميه، فقط احتفظوا بالمقادير يعني بطريقه التحضير. هنا خياتي نخليوها حتى تطيب جيدا. بعد ما يطيبوا الخضار نقص على شوربه تاعنا، نحي كامل الخضره هذيك اللي درناها، الكورجات والزروديه والبطاطا. راح ندير معاهم كميه من الحميصه وراح نمكسيهم جيدا، يعني راح نمكسيو مليح الخليط تاعنا. وهذا السر البنه في كامل الشوربه اللي نطيبها. صدقوني هذه الطريقه راح تخلي لكم الشوربه تاعكم بنينه ومغذيه في نفس الوقت، وتحصلوا على واحد القوام بسم الله ما شاء الله. هنا خياتي راح نميكسيوها مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام، يعني تجي طريه هكذا. تقدروا تستعملوا حتى الاشوار. من جهه اخرى كنت نفخت الفريك، يعني تخيروا نوعيه جيده، غسلوه مليح مليح من هذوك الاتربه. بعدها نخليوه حتى ينشف تماما، ونضيفوا عليه كميه من حشيش الشوربه يعني القزبر، ونروحوا مباشره للقدر تاعنا. شوفوا هنايا راح نفرغوا مباشره الخليط اللي كنا ديجا مكسينه من قبل. هنايا الطاس هذا دائما شلوه بكميه قليله من الماء يكون سخون، نستعمل الماء يكون سخون. واذا كانت عندكم بزاف لاصوص تقدروا تشلوه بلاصوص. بعد ما فرغت كامل الخليط تاعنا، راح نجيب الفريك اللي كنا غسلناه من قبل ودرنا له كميه من القزبر يعني حشيش الشوربه، وراح نزيد نفرغه مباشره على الشوربه تاعنا. انا خياتي راح نحركها ونضيف عليه الفلفل الحار، يعني باش نكهو الشوربه تاعنا وتجي بنينه. نغطي عليها ونخليوها حتى طيب الفريك جيدا. مره على مره عودوا حركوها باش ما يلصقلكمش ويتنحرق لكم ويجي فيه هذيك النكهه تاع المروريه. لهذا لازم الفريك يتخلط مليح حتى يطيب. وهذيك شوربه فريك تاعنا راهي واجده بسم الله ما شاء الله، تجي ما شاء الله. هذه الشوربه فريك تحضروها لولادكم لضيوفكم وحتى
خلال بشهر رمضان، يعني أنا 30 يوم شهر رمضان بهذه الوصفة. صدقوني بنينة زاكية، وصدقوني أي واحد يذوقها عندكم تجي فيها وحد البنة بسم الله ما شاء الله. وصفة معتمدتها من زمان وربي يحفظ لي أمي ويطول في عمرها، هذه ثاني الوصفة المعتمدة عندها ودائما تطيبها بهذه الطريقة وتجي فيها وحد البنة بسم الله ما شاء الله، يعني فيها وحد الذوق ولا أروع. نتمنى تجربوا الوصفة تاع اليوم، صدقوني إذا جربتوها راح تعتمدوا على شربها بهذه الطريقة. الوصفة هذه بطريقة جد سهلة بسيطة سريعة وفي نفس الوقت تجيب بزاف بنينة وبكمية لا بأس بها. تحضروها كيما قلت لكم لولادكم لضيوفكم، اللي ياكلها عندكم ولا اللي يذوقها عندكم يطلب الوصفة من شدة بنتها. شوفوا هنا خياتي القوام تاعها تجي قوام ما تجيش ثقيلة بزاف وما تجيش خفيفة بزاف. اللحم هذا كي طيب الزبدة، الحميصة كذلك تطيب الزبدة، والذوق تاعها يجي بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم وتجربوها. مشاهدة ممتعة للفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، الى فيديو جديد ان شاء الله.